وزير التربية والتعليم رضا حجازي يزور لجان بيلا وكفر الشيخ، ورسالة قوية لكل الأطراف. لكن يا ريت في البداية متنساش تعمل لايك الفيديو ده وتشترك في القناة. أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم إن امتحان اللغة العربية اليوم جاء مطابقا للمواصفات التي تقيس نواتج التعلم ومهارات الطلاب جميعا قياسا حقيقيا. قال في تصريحات خاصة لجريدة الجمهورية أونلاين أن الهدف من الامتحان قياس نواتج التعلم بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ويمنح كل طالب حقه كاملا من الدرجات التي يستحقها. وأكد الوزير أن زيارته اليوم إلى لجان الثانوية ببايلة والحمول رسالة قوية لكل الطلاب وأولياء الأمور بأن الامتحانات تسير في جو ملائم تماما، بعيدا عما كان معروفا عن تلك اللجان في السنوات الأخيرة، وهو أمر يؤكد اهتمامنا بتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلاب وعدم التساهل في أي خروج عن المألوف. ووجه الوزير الشكر لرجال التعليم المشاركين في أعمال الامتحانات بتلك اللجان الذين لم يشعروا لحظة أنهم معرضون لأي مخاطر، وتحملوا عبء كبير في تحقيق الانضباط التام هذا العام في لجان بيلا والحمول. كما وجه الوزير الشكر لرجال الشرطة الذين يقومون بتأمين جميع اللجان، وخاصة اللجان الواقعة في مناطق عرف عنها في الماضي ما يسيء إلى العملية الامتحانية. الجدير بالذكر أن لجان بيلا والحمول بكفر الشيخ عرف عنها أنها من أكثر اللجان تسببا وارتكابا للمخالفات، باعتبارها من لجان الأكابر التي لا يجرؤ مسؤول بالتعليم من الاقتراب منها أو منع الغش فيها على مدار السنوات الماضية.